هلا كيفكن حبايب قلبي؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. انتوا عم تحضروا الفيديو اليوم. اليوم هو روتيننا لتاني يوم وثالث يوم العيد. بعرف عم طول عليكم بالفيديوهات بس لحتى هيك يكون تركنا بتعرفوا العيد وطلعاته وزياراته والضيوف، ويعني هي اللوشة كلها تبع العيد، فلا هيك صعب انه نقعد هيك ونمنتج الفيديو. فهلا هون تاني يوم العيد. اول اشي نزلوا ولادي واخدوا حتى اخته الصغيره معهم، بدهم يفطروا برات البيت. انا كان عندي شويه شغل بالبيت فبقيت انا وزوجي وفطرنا لحالنا بالبيت. فهيك حبيت اعمل فطور هيك يكون مدلل، مع انه لسه البراد فاضي من وقت رمضان. يعني نحن ما بنطبخ بالعيد بالعيد يعني هيك، فما بنجيب خضرة وغراض للطبخ، فهيك ما عندي كتير شغلات يعني. بس يعني الموجود ساويت منه. جاب لي هي السميتة، قطعة السميتة هي الكبيرة كتير طيبة، يعني أطيب من القطع الصغيرة هيك، بتجي رخفة أو هيك طرية من قلبها، وبدي أحشيها بالقشقوان بشرايح. عندي هاي الشرايح تبع التوست، قطعت هيك بالنص وحطيت بقلبها، وحطيتها دوبتها بالميكروويف. تقدروا على بالميكروويف بسخانة الساندويش أو بالفرن اللي انتو بتلاقوا مناسب، بس بالميكروويف بتضل طرية لأني بغطيها أنا بالغطا الميكروويف وبتسيح الجبنة. حطيت جنب قطع السميد المحشية جبنة قشقوان، هيك شوية زيتون أسود وشوية زيتون أخضر. هذا الزيتون الأسود جابت لي إياه تسنيم آخر مرة إجت لعندي فيها، وقالت لي هذا إنه شغل أمها، يعني شغل سوريا. سبحان الله لهم نكهة هيك خاصة، كتير طيبين، سلم إيديها. استفقدتني فيهم. وهدول الزيتون الأخضر جايبته هيك مفقش خالص يعني، وحتى مسحوب منه البذرة. حطيت له أنا بس ليمون وجزر وهيك شوية زعتر أخضر، وطبعا عصرت له ليمون وملح عشان يطلع هيك مثل سلطة الزيتون، كثير طيب. شوفي على هالفطور، شو رأيك بالصنون؟ رشة الماء كأنه طلعنا فطر مرة. أفكر هيك أطشر السميك، جبنة كده عضل ناشف. بعد ما رجعوا الأولاد طلعنا على مول فلوريا. كنا ناويين نطلع على قرنة تانية يعني، بس العجقة اللي بالبلد مو كانت طبيعية يعني، ما حسنا نتحرك. حتى قبل المول بشي 2.5 كيلو نزلنا من التاكسي وكملناها مشي. مشينا شي نص ساعة لأنه السير واقف يعني، لهيك كملنا مشي وطلعنا يعني. بس كتير انبسطنا بالمول،
عجقة كتير عالم، بس القعدة كتير حلوة والإطلالة كتير حلوة اللي بتطل على الساحل. تعرفوا مول فلوريا بتطل إطلالته كلها على الساحل، وفيه كل الماركات وفيه المطاعم، يعني فيه كل شي، وحتى ألعاب، فيه كل شي الواحد ممكن يعمله. طلعنا هيك أكلنا أول شي ساندويش همبرجر ووجبات كريسبي، وبعدين نزلنا هيك على الساحل شوي. ما نزلنا تحت على الساحل تحتاني يعني، بس هيك فوق صورنا ووقفنا شوي، يعني غيرنا جو. الجو شوي كان يعني وقت الغروب هيك في لسة هوا، بس كتير كان حلو. Kilitli mi? Alabiliyor muyum? Hayır. ينطع الشريط راح Bak Sıla. Işıkları yanıyor burada. Daha güzel. Kedi gibi. Çok küçük değil ya. Açarsın bunun Böyle gibi. bunun gibi. Bunun gibi büyük. دخلنا على الدي ار، كانت وعدتها بيان لسيلة تجيب لها هيك لعبة، يعني عيديتها هي على العيد، فكانت بدها سيلة سماعات. باربي حلوين. حلوين باربيات، بس السماعات أحلى. ايوه السماعات احلى. واو بيبي. لقيت بين سماعات في كتير اشكال الوان، فاخترنا لها اللي بتجي كابل وصوصي اللي بدون شريط، يعني لاسلكية افضل وتقاوم اكتر يعني. يا هذا مثل هذا الدبدوب. وبالطابق الأرضي من المول كانوا عاملين بازار أشغال يدوية، يعني هاند ميد. في كتير شغلات حلوة، بس أسعارهم كتير غالية سياحية، بما أنه هو مكان بيجي عليه سياح. حطينا سيلا بمكان الألعاب، وفتنا أخذنا قهوة من عند كافي دنياسي، وقلنا نعمل استراحة بما تخلص سيلا الوقت تبعها. وما بيخلى الأمر من شوية مشاكسة على الفيشة أنا وجوزي وولادي. هدي قال وصباح تارة يوم العيد هيك فقنا متنشطين على بكير، متوعدة أنا وأخواتي نطلع هيك نفتل، يعني نعمل جولة سياحية، أو بالأحرى يعني مشوار مثل كل عيد، على أساس بأول يوم العيد ما زبطت، تاني يوم العيد كان مرضان شوي ابن أخي عمر، فلهيك ما طلعنا. فيعني ثالث يوم العيد هيك زبطناها وطلعنا. حنروح على أكثر من مكان، حناخدكم معنا هيك تشوفوا الأجواء كيف كانت حلوة كتير. أول شي بس كانت هون نعسانة سيلة مفيقتها وعم ساوي لها شعراتها مثل هيك موديل، وتقلت لها شوي باللبس، خفت يكون الجو بارد، يعني لأنه الجو عم يتقلب بين هيك شوب وبرد، ما عم نعرف شلون الجو. أخذت لها معي جاكيت. وولادي ما حيروحوا معنا، حيروحوا مع رفقاتهم، يعني هن أجلوا روحاتهم مع رفقاتهم لآخر يوم لحتى يكونوا راحوا كل المشاوير، وما زبطت بأول العيد، لهيك هن ما حيروحوا معنا، ما حيكونوا معي بهذا المشوار، بس أنا وزوجي وسيلا وإخواتي. شغلي الضوء، أيوة وقفي تحت. بس وين مواقع السباحية؟ هلا مو هلا. وين بدكم تروحوا سيلا؟ اجوا اول شي بيت اخي اخذونا وطلعنا معهم يعني. واول شي توجهنا عليه هو فيا بورت مول موجود بالآسيوية،
مول كتير كبير حلو يعني على الطراز الإيطالي عاملينه هذا المول، فيه بتلاقوا كل شي. وهون كان في فرقة عم تعزف داخل المول، بعتقد بمناسبة يوم عيد نيسان اللي هو عيد الطفل. يزان ما ترد شو؟ بده يشتري بوبو. يشتري بوبو؟ طلع لبرا الا ما في. يزا رد عمو ماما قال له نعم. يزا انا ايه يزا حب العمى نص من عقله عمر. كله شقفة من عقله. والله نص كامل عمر عقله. أول شي قعدنا هيك بمكان بمقهى بيقدم هيك حلويات سواريهات وشغلات يعني للفطور. أخذنا هيك بتيفورات، وللولاد أخذنا لهم بيتزايات يعني قعدوا أكلوا. بتعرفوا طلعنا من البيت يعني بكير كتير، فلسه لا شربانين قهوة ولا آكلين شي، لهيك بقى نلحق نبلش يومنا ونكون نحنا هيك قايتين قلبنا شوي. هو مول كتير كبير يعني بياخد وقت كتير لحتى نفتله كله، بس هاي القاعة هون تلفت النظر انه فيها هيك خاصية صدى الصوت، يعني وقت اللي بيحكي الواحد بيطلع صدى الصوت فيها قوي كتير حلوة، حتى موديل القبة تبعها مميزة. لك السما مع القلب طالعة حلوة كتير منظرها. هون اجينا على قسم الألعاب، في ألعاب للكبار وألعاب للصغار. أول شي بلشنا فيه هو إنه نلعب الصغار. ألعابهم تقريبا أسعارها يعني ما رخيصة، 40-50 ليرة الألعاب. كل الألعاب 50 يمكن، بعتقد في لعبة أو لعبتين ب40 يعني سعر التذكرة تبعها. فلعبنا شوي الأولاد بهالألعاب للأطفال. سيلا خايفة شي؟ يلا وهون بقى بهي اللعبة نحن الكبار، أنا ونسوان إخواتي تسنيم ومرت أخي الثانية، وأخذنا بناتنا معنا بما إنه يعني كبار شوي أكبر من الصبيان، فهيك حطيناهم كل واحدة حطيت بنتها جنبها. وبهي اللعبة هلا هو كتير عجقة وزحمة على الألعاب، بس هي اللعبة كانت شوي فاضية نسبة يعني بنسبة أقل من الباقي. كتير حلو، استمتعنا. حلو الواحد هيك يغير جو وياخد طاقة من هيك ألعاب، بس ما تكون خطيرة طبعا. شو سيلا أختي؟ وصلت اللعبة؟ ما تحبي حلوة أختي الزاوية يعني حلوة هيك. طلعنا من المول ورحنا على حديقة جوليت. جوليت مو اللي موجودة بالقسم الأوروبي اللي بوحش الشهير، هاي جوليت موجودة بسلطان بيلي. حديقة كتير حلوة تشبه الأمريكان، الحديقة اللي تبع الزهور اللي بتطلع بالربيع، يعني كتير مشهورة هي الأمريكان، وكبيرة كتير، فيها نهر، فيها بحيرة، فيها هيك مرتفعات كتير حلوة، والزهور كتير مميزة. حبيت أعطيكم هيك شوية لقطات أخذتها من كل الحديقة، يعني لقطات حلوة أخذتها، مناظرها بترد الروح من كتير مو حلوة. حلاوة هاي الحديقة فيها مكان للوضوء، فيها جامع ومصلى، يعني مخدمينها من كل شي، وفيها حمامات كتير، يعني وين ما بتروحوا فيها حمامات. هون كانت مرت أخي تسنيم جايبة شوية هيك بزورات ومكسرات،
يعني شو جايبين معنا كل واحد حطينا هيك وشربنا قهوة، ساولنا قهوة كتير طيبة هيك. الواحد يقضي نهاره كله هو عم يلوش بين قهوة ومكسرات وأكلات، يعني بتحسه تغيير عن المعتاد. بتاع الشمس بتروح ثلج عن جد صحيح ما في شمس المناخ. تمسكي منيح. شو حنطلعوا؟ سجقات وشو اسمه؟ لسانات طيبة. هي عملنا عمل سفرة ولسانات وسجقات وكان ختامها مسك. بعد هالمشوار كل نهار رحنا لعند مطعم أبو عمر بالآسيوية بالفاتح، هو مطعمه البيت الدمشقي اسمه، معروف هو يعني هنيك العالم تجي تتصور عنده، وبتصور البيت الدمشقي وبيت المونة وهالأشياء، وأكلاتهم كتير طيبة. أكلنا سجقات وأكلنا فتة مقادم وفتة لسانات ورز المندي، يعني شغلات كتير انبسطنا يوميتها. الأجواء عنده كتير حلوة برغم العجقة والانتظار والعجقة داخل المطعم، إلا أنه في لذاذة بالموضوع يعني. يلي بيميز المكان والمطعم عامل نصية يعني فوق البيت المونة، عامل هيك قعدة عربي ونحاسيات وهالشغلات يعني الحركات القديمة، وتحتها بيت المونة حاطين فيها كمان نحاسيات وفضيات، المونة بأشكالها من الألبان والأجبان، من اليابيس اللي هو اليقطين، ممكن الباذنجان، الفليفلة، الزيتون، يعني كل شي بيخطر ببالكم من المونة موجود بهذا المكان. بعتقد هو في شي للبيع مخصص وفي شي للعرض، ما بعرف، بس هيك كان فيديو اليوم. بتمنى يكون عجبكم. إذا عجبكم ما تنسوني من لايكاتكم وتعليقاتكم الحلوة، وإذا كنتوا جداد عم تحضروني ما تنسوا تشتركوا وتفعلوا زر الجرس على الكل لحتى توصلكم مني كل الإشعارات أول بأول. يسعد لي إياكم يا رب. أحلى عيلة، ولا أترككم بأمان الله.